اهلا بيكم. بتدور على حاجه تقضي على حب الشباب نهائيا؟ جربت حاجات لحب الشباب، في منها ما جابش نتيجه خالص وفي منها اللي جاب نتيجه بس الحبوب اختفت فتره ورجعت تاني. ما تقلقوش، النهارده جايب لكم اقوى وافضل علاج للقضاء على حب الشباب نهائيا ومش هيرجع تاني ان شاء الله. لكن في البدايه انزلوا دوسوا على زر الاعجاب واشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدا الفيديو. زي ما وعدتكم في اول كل فيديو، انا مش دكتور ولا صيدلي، لكن بجيب لكم حاجات ناس جربتها وجابت معاها نتيجة كويسة، فبقول لكم عليها على اساس ان اجيب برضو معاكم نتيجة كويسة. لكن ما تستخدمش اي حاجة غير لما ترجع للدكتور او الصيدلي، لان هم اكتر اتنين هيقدروا يقولوا لك الحاجة دي تنفع معاك ولا لا. النهاردة بقى جايب لكم كريم اسمه اكرين. كريم ده بيقضي على حبوب الشباب نهائيا وما بترجعش تاني ان شاء الله. اكرين ده ميزته ان هو كريم مستورد وعالي جدا ومفعوله قوي جدا جدا، والميزه التانية ان هو بيحتوي على عناصر كتيره جدا، عناصر بتغذي البشره رقم واحد. تاني حاجه بتقضي على حب الشباب نهائيا، بيحتوي على فيتامين سي وفيتامين ايه وعناصر تانية كتيره جدا. الكريم ده ميزته ان هو سعره مناسب للجميع، يعني غالبا هيكون في حدود 100 جنيه مثلا، لكن لو هقارنه بالمنتجات التانية اللي هي ممكن تبقى اغلى او ارخص شويه لكن في نفس الوقت ما بتجيبش نتيجة، هتلاقي انه اكرين ده كويس جدا. ممكن تروح تجيب علبة ب40 جنيه ما تجيبش معاك نتيجة، تكررها تاني يبقى كده 80، يبقى هي لو هتحسبها ماديا هتلاقيها هي. لكن اكرين ده ميزته ان هو بيجيب نتيجه سريعه، بمجرد ما تحط منه يوم واثنين وثلاثه هتبدا تحس بتحسن. انا مش بقولك طبعا من اول دهن هيجيب نتيجه وهيودي الحبوب خالص، لا، لازم تخلص العلبه كلها او لازم تستخدمه فتره شويه بحيث ان هو يقضي على الحبوب نهائيا وان شاء الله ما بترجعش تاني. يفضل قبل ما تستخدم اكرين كريم ان انت تستخدم صابونه لحب الشباب، صابونه طبيه مخصصه لحب الشباب. في صابونه اسمها ترايتكت صابون، دي موجودة في أي صيدلية، ممكن تستخدمها قبل ما تحط الكريم، تغسل بيها وشك كويس وبعد كده بتنشفه في فوطة نظيفة، وبعد كده بتحط من الكريم ده مرة واحدة بس بالليل وبتسيبه على وشك ما تغسلوش. يعني أنت بتحط من الكريم ده مرة واحدة بالليل وبتسيبه ما تغسلوش. ممكن تستخدم معاه أي صابونة طبية تانية، مش شرط اللي هي الترايتكت اللي أنا قلت لك عليها، أي صابونة تانية، لكن يفضل إنها تكون مخصصة لعلاج حب الشباب برضو علشان تساعد مع الكريم ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس على زر الاعجاب واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.